ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه ريحانه. تعالوا النهارده اقول لكم على شويه تريكات للبسكوت بنكهه البرتقال علشان تعملوه في العيد ويبقى حلو قوي. من الحاجات اللي هستخدمها عشان تعلي نكهه البرتقال غير البرتقال نفسه، هنستخدم التانك وهنستخدم فانيليا دريم برتقال. دول هنستخدم كيس فانيليا برتقال دريم، وكمان هنحط معلقتين كبار من تانك برتقال. لو عايزين كمان تضيفوا عصير برتقال، بس دول هيخلوا النكهه عاليه جدا، وهتتحسوا مش اللي هو مجرد نكهة كده من بعيد، لا هتبقى حلوة جدا. الوصفة دي لو عايزين تعملوها هتلاقوها موجودة في القناة، كانت حلوة جدا. و لان حاطين فيها نشا، فمخليها ان هي مطريها، ومخليها ان هي كمان تبقى مطري العجينة، ومخليها مقرمشة كمان في البق كده وبتدوب. الوصفة دي حلوة جدا، من اكتر وصفات البسكوت اللي عملتها وحبيتها جدا. طيب التسوية بقى، بنشكل طبعا زي ما احنا عايزين الشكل اللي انتوا عايزينه. والتسوية البسكوت بندخله على درجة حرارة هادية، وبناخد بالنا جدا انه مش بياخد وقت 12 دقيقة اخره، وبنطلعه نسيبه يهدى تماما، وبعد كده ننقله بقى في علبة او في اي حاجة. عايزين تحشوه طبعا تحشوه، عايزين تحطوا فيه مربى، تحطوا فيه جوز هند كده من فوق، شكلوه وحشوه بالطريقة اللي تحبوها. شكله وريحته كانوا حلوين جدا. يا رب التركة تكون عجبتكم، و باي باي.